ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن بنت جميله جدا كانت عايشه في اوائل القرن الثالث الميلادي، وهي الشهيده القديسه برباره. اتولدت برباره في قريه اسمها جاميس، وباباها كان اسمه ديسكوروس، وكان يا صحابي وثني مش بيعرف ربنا، وكمان بيكره المسيحيين. وبربارة كانت جميلة جدا جدا لما كبرت، وباباها خاف عليها وخلاها تعيش في قصر كبير، والقصر ده كان عليه عساكر عشان يحموها. وباباها ملى القصر ده بكل الأصنام، وكمان حط فيه أنواع من التسلية عشان بربارة تكون مبسوطة. وبربارة كانت بتتعلم كل أنواع العلوم، وكمان يا صحابي كانت بتحب دايما تتفرج على السماء وتشوف النجوم وتتأمل القمر والشمس وتكلم خالق الأرض اللي هو ربنا. لكن بربارة ما كانتش لسه تعرف مين هو ربنا. وفي يوم من الأيام اتكلم معاها بعض خدامها المسيحيين اللي كانوا في القصر عن العلامة أوريجانوس، فكان نفسها تقابله، وفعلا قابلته واتكلمت معاه واتكلم معاها عن ربنا وعن الإنجيل وعن المسيحية. وبعد ما بربارة سمعت الكلام الحلو قوي ده، اتعلق قلبها بالسيد المسيح، وبقت عايزة تكون بنت ربنا مسيحية. واتعمدت القديسة بربارة، وطبعا من غير ما تعرف باباها. ومن شدة حبها لربنا كرست حياتها للصلاة وللعبادة، وقررت تعيش بتول، يعني مش هتتجوز. وكان بيتقدم لها عرسان كتير خالص، لكن كانت دايما بترفض. وكان آخر عريس هو أمير من الأمراء، وباباها فرح جدا وعرفها بكده، وكان فاكر برضو ان بربارة هتفرح، بس هي رفضت وبكل حكمة. وبعد كده يا أصحابي باباها سافر، كان عنده شغل، وسابها تفكر هل هتوافق على العريس ده ولا لا. لكن بربارة قبل سفر باباها طلبت منه طلب، قالت له بابا لو سمحت أنا عايزاك تبنيلي حمام. وبنى لها حمام فعلا، وفتح لها فيه 2 نافذة يعني شباك عشان الإضاءة. بس كانت المفاجأة يا أصحابي، بربارة حولت الحمام ده لبيت صلاة، وكانت دايما بتصلي وتصوم، وكمان كسرت كل الأصنام اللي باباها كان حاططها في القصر، وبنت صليب كبير على القصر اللي هي كانت عايشة فيه. ومش بس كده يا أصحابي، ده كمان بربارة فتحت نافذة تالتة في بيت الصلاة، وده عشان بيتقال يا صحابي في تمجيد القديسة بربارة: نور الثالوث القدوس أشرق على هذه العذراء القديسة بربارة عروس المسيح. وبعد كده رجع باباها من السفر وأخد باله من كل التغيرات اللي بربارة عملتها، كسرت الأصنام، خلت الحمام بيت صلاة، وكمان حطت صليب كبير خالص أعلى القصر. استغرب، قال لها انت ليه عملتي كده يا بربارة؟ قالت له يا بابا أنا خلاص بقيت مسيحية، وأعلنت إيمانها قدام باباها. تخيلوا كان إيه ردة فعله يا أصحابي؟ غضب جدا وجري وراها عشان يضربها بالسيف، وطلعت بربارة بتجري من القصر وهي هربانة منه وخايفة منه جدا وعمالة تجري. وكان قصاد بربارة صخرة ضخمة قوي، والصخرة دي عشان بربارة ما كانتش عارفة تعدي منها، حصلت معجزة إنها اتفتحت نصين وعدت بربارة من النص، ورجعت تاني الصخرة اتقفلت زي ما كانت. وباباها من شدة غضبه من بنته وانه عايز يجري وراها ويلحقها ويضربها بالسيف ما اخدش باله من اللي حصل ده، بالعكس هو وصل لبنته وفعلا رجعها تاني للقصر. راح باباها بعد اللي حصل ده اتكلم مع الملك وطلب منه حاجة غريبة قوي، طلب منه انه يعذب بنته بربارة. شفتوا ازاي باباها كان قاسي قوي عليها؟ كل ده عشان هي أعلنت إيمانها بالسيد المسيح. والملك شاف بربارة، وأول ما شافها أعجب بيها وحبها، وفضل يقنعها إنها تسيب السيد المسيح وتعلن إيمانها وعبادتها للأوثان. لكن بربارة رفضت يا صحابي، وعلى طول الملك بدأ في تعذيبها،
وتعذبت عذابات شديدة خالص يا صحابي، لكن السيد المسيح جالها وشفاها. وتاني يوم لما الملك شافها ولقاها بقت كويسة أمر بتعذيبها بعذابات أصعب قدام الناس كلها، وكانت بتتألم جدا جدا القديسة بربارة. وفي الوقت ده اللي شافتها قديسة اسمها القديسة يوليانا، كانت شايفة عذابات القديسة بربارة، وكانت القديسة يوليانا بتعيط عياط جامد قوي. والملك لما شاف كده أمر بقطع راسهم هما الاتنين. وعارفين يا صحابي حصل ايه؟ بابا بربارة هو اللي طلب انه يقطع راسها بنفسه، ونالوا القديسات قديسة بربارة وقديسة يوليانا إكليل الشهادة، واستشهدوا يوم 8 كياك. وجسد القديسة بربارة موجود في كنيستها في مصر القديمة. ياريت كلنا يا أصحابي نتعلم من القديسة بربارة الشجاعة، وإننا ما نخافش أبدا. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.